السلام عليكم. هلا مباراة كاملة ما في، يعني منتخب سوريا بالملعب مو موجود، ما في حدا. منتخب السعودي عم يلعب لحاله، يعني لدرجة انك انت ما شفت حارس المنتخب السعودي. خروج خاطئ لحارس المرمى واربع مدافعين موجودين، بيرتقي اللاعب السعودي الكرة بالمرمى. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني بيرقص كل المدافعين، بيرقص يعني عندنا بالسوري يعني بيراوغ كل خط الدفاع وبيسجل هدف بكل سلاسة 2-0. الغريب مو هون انه انت فريق خسران 2-0، ما عندك اي ردة فعل، ما عندك انه انت تحاول تكسب شرف المحاولة انه انت ممكن تسجل هدف. يعني لك هو الواحد شو بده يحكي؟ يعني تضل تحكي تعيد اللي عم تحكيه من اول وتعيد بالمنعاد هذا هو، يعني هذا ما في شيء، ما في تغيير، يعني ما في تغيير، مستحيل. يعني بكل أفرقة العالم فريق بيسجل الثاني بصير عنده ردة فعل، بيروح بيضغط بيهجم بده يسجل للدقيقة 90، والمنتخب السعودي هو اللي عم يهاجمك وضيع ضربة جزاء كانت راح تكون هدف ثالث، وانت عبارة قمصان بيض عم تركض بها الملعب، ناس بتروح هيك ناس ترجع هيك، ما حدا عرفان مركزه. لك بتشتهي لاعب يا رجل يعمل حركة، يراوغ له لاعب، مدافع يقطع كرة يسلمها خط وسط، ما في معلم. هذا هو نفس المرض إن كان بالشباب وإن كان بالرجال وإن كان نفس المرض، كله لعب عشوائي بدون أي تخطيط بدون أي. شفت على المنتخب السعودي كيف الاستلام والتسليم والمراوغات بثانيتين من قدام جوله بصير قدام جولك وبيسجل عليك. ليش نحن ما عندنا كرة قدم؟ بتفوت على التعليقات، يعني ناس ناشرة ما ناشرين، بتفوت بتلاقي بيقولوا لك ادعموا المنتخب لأنه الشباب هدول ما بتدعمون. لك شو؟ لك ليش هن تركوا لحدا مجال انه يتفرج؟ لانه اللي بده يتفرج النتيجة محسومة، وحدا مضطر يقعد يتفرج ويتعب يعني. غريبة يا اخي، غريبة. موضوع الرجولة بالمنتخب ما في. لك ما في. يعني اخي ماشي هالفريق فنيا احسن منك، لك العاب برجولة. يا جماعة على فكرة نحن ما بنفرق شيء عن المنتخب الأردني والمنتخب العراقي، بيفرقوا عنا إنه هن رجال. إيه نحن بنفس المستوى الفني بنفس العقلية. إيه يعني لا تفكر إنه يعني هن كتير العقليات عندهم مختلفة، مع احترامي لهم عم يشتغلوا. بس اللاعب الأردني واللاعب العراقي رجل بيلعب بغيرة، بيلعب بقوة، بعكس لاعبنا اللي ما له علاقة بشيء اسمه غيرة. عرفت شلون؟ هذا الفرق. فلا يمكن تشوف تطور طول ما نفسها هي الوجوه هي عم تتدور تدوير مداورة بين الشباب وبين الارتكاز وبين اللي ما بعرف وبين اللي ما بعرف. هي بده يضل نفس الموضوع. بتفوت بدورات مصفاية المجموعة. انت امبارح عرفان لو ربحت بدك تلعب على النهائي، كنت مع منتخب الامارات. هلا المباراة النهائية يوم الجمعة اللي هو بكرة، منتخب السعودي مع عيال زايد الابطال. انتوا اللي كنتوا عم تلعبوا امبارح مع المنتخب السعودي تفرجوا على المباراة بكرة وشوفوا كيف بيصير اللعب. دائما بقول لك لو في فارق بالمستوى، ما كنتوا عم تتفرجوا على ابطال اوروبا. انتوا لعبتوا منتخب، ما كنتوا عم تتفرجوا على ابطال اوروبا شلون افريقيا مغمورة احرجت ابطال العالم واحرجت افريقيا على مستوى اوروبا هن من الصف الاول. وهي تركيا الفريق اللي ماله اي تصنيف ليكو بالدور الثاني. ليش؟ بجهد رجاله. هي الكلمة اللي انتم ما بتعرفوها. لا تقعد تقلي الاتحاد الرياضي. شو يعني صلاح رمضان بينزل يلعب بالملعب مثلا؟ العقيل بينزل يلعب بالملعب؟ هذا موضوع لاعبين، موضوع لاعبين. يعني عموته مع الأردن كان هو اللي عم ينزل يلعب؟ لا. هلا مو راح مستلموا مدرب تاني تابعوهم للمنتخب الأردني، هن نفس اللاعبين، راح المدرب وجا المدرب.
رح تختلف لمسة بسيطة، بس اللعيبة هن نفسهم اللي بدهم يجيبوا الفوز. اللعيبة هن نفسهم اللي بدهم يجيبوا الفوز. اما انتوا لا بدكم تجيبوا، انتوا جماعة انا اللي بعرفكم، انتوا جماعة بدكم تلبسوا طقم المنتخب وتصير لاعب منتخب. اسمعها هي من على زماننا، هي تاخد شهادة لاعب منتخب. مشان شو؟ يروح بناء على هي الشهادة يا يصير مدرب، يا يصير حكم، يا يعمل ملاعب سداسية، لأنه بيطلع له ترخيص بما أنه لاعب منتخب. عرفت شو هدفه من أنه يلعب بالمنتخب؟ ولا هو ما أنه كفؤ يكون لاعب منتخب؟ في كتير ناس كفؤ مو هي لاعيبة المنتخب السوري، صدقني الحديث بيطول كتير. بس المشكلة كل ما حكينا بيقولوا عم تتحاملوا على اللاعبين. وينهم اللاعبين؟ وينه الدهان امبارح اللي صرعتوا الدنيا فيه لعب بالمباراة؟ اللعيبة الكبار بتبين بالمباريات الكبيرة. اما تيجي تقول لي والله تسجل لي على فريق ضعيف وتسجل لي على ما بعرف مين، انت لاعب عادي، هذا بالاصل فريق ضعيف، عشو عم تتمرجل عليه انت؟ يعني فكل المنتظر انه يشوف كرة سورية هيك يفرح وينبسط ويقول نحن لا لا حبيبي، لا لا. بدك، قلت لك في فيديو طويل قديم بدك ترجع بقناتي على اليوتيوب لورا كتير، بترجع له، شرحت لك عن التجربة اليابانية كيف انتقلوا من الحضيض لقمة آسيا. وانت لترجع تصير عندك كرة قدم لازم تتبع التجربة اليابانية. بس التجربة اليابانية عملوها ناس بدهم يشتغلوا. نحن معلم بتطبق التطبيق، صارت بطولة غرب آسيا بتطبق التوليفة هي لغرب آسيا، هاتوا هدول المحترفين طوطو، طبقنا 22 لاعب، يلا على السفرة، رحنا لعبنا معلم تك تك، خلص سحبنا حالنا ورجعنا. هي ما في يعني الأسس والقواعد إنه نعمل منتخب ونعمل، لا لا خلاص نحن هيك الشغل تماما. يعني في لعيبة بتيجي بتلعب مع بعضها أول مرة بتلعب مع بعضها، أو ما بيعرفوا بعضهم، أو بالملعب ما بيعرفوا أسماء بعضهم. والدليل الداود ما لعب، اجا وما لعب لان حكى لهم عن امور منطقيه لازم تصير، قالوا له لا ما بيمشي الحال، قال لهم لا ما بيمشي الحال، خاطركم مع السلامه. وبلشت العالم داروها وطنيه وما وطن. الزلمه ما كان عم يحكي وطنيه، لا عم يحكي كره قدم. الزلمه عايش باوروبا، شايف اوروبا، شايف كره القدم كيف عم تلعب. فهو حاول انه يبدي رايه، قالوا له ستوب، جيت اوت، الله معك، ما بيشتغل معنا هذا الكلام. نحن جماعة جايين شارك فقط مشاركة يا جماعة، والجماهير اللي عم تركض وراكم هدول متعودين علينا الجماهير، نحن معودينهم على الخسارة، خلاص بيعرفوا انه نحن بنلعب 3 مباريات مصفاية المجموعة مع السلامة. للأسف الواحد عم يحكي هالكلام، بس هذا الواقع، لا بقدر لا أنا غيره ولا أنت تغيره، ولا رح يتغير إلا إذا بتصير مثل ما قلت لك بدك توقف كرة القدم. لأنه من المعيب إنك تشارك وإنت تكون أضعف فريق. لا تشارك وتعا بعدين شارك وصير من أندية القمة، من منتخبات القمة. أما أجي أنا شارك وأنا محسومة أنا مصفاية المجموعة، إن كان بالشباب وإن كان بالناشئين وإن كان بالرجال وإن كان بالنساء وإن كان بأي شيء، بكل أنواع الرياضات. فيا صديقي حديثي للجمهور، لا تزعل عمو، لا تزعل، أنت لساتك شاب صغير. نحن جماعة صرنا بالخمسينات، هي العالم وهي الرياضة نحن لاعبين من الثمانينات، لاعبين من الثمانينات، وهذا كله شايفينه قدامنا بالملاعب. يعني انت بتلعب افضل من اللي عم يلعب، بس هو لازم يلعب وانت بتضل على الخط هيك. مشان هيك انت شايف اللي بتشوفه. لو اللي قاعد على الخط يفوت يلعب، طبعا هلا وصلنا حتى اللي قاعد على الخط هو من نفس
لانه اللي مفروض يلعب اصلا ما عم ينجاب لا على المنتخب ولا له علاقه بشيء. فالموضوع صديقي شائك جدا. يعني كل بطوله نطلع بنعمل فيديو هيك بحسره، كل الدول فرحانه بافريقيا بكذا، بس نحن والله بالنسبه لي انا بشجع النشامه، بشجع المنتخب العراقي، بشجع مصر، بشجع المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، السودان، بشجع اي دوله بتلعبوا. انا بشجع اللعب الحلو، واللعب شو؟ الرجولي. انا بالنسبه لي اكثر هدول شغلتين بلاقيهم عند المنتخب العراقي والنشامه. للامانه هذا كلام يا جماعه. العراقيين من وقت اللي كنا نحن نلعب احياء شعبيه نحن وياهم، بتحسوا عم يلعب بدوري، مع انه دوري احياء شعبيه، بتحسوا عم يلعب بطوله بمنتخبات. لك روق هدي هيك، الغيره بدمه، ما بيعرف. التمرين عنده مثل المباراه، وهذا الصح. وهي كرة القدم الحقيقية، لأنها لعبة الرجال، مو لعبة جماعة الأراجيل والبناطين الساحلة من تحت، واللي ضارب حاجبه من هون، واللي هدول مو لهم كرة قدم، هدول لهم شغلات تانية. باب يعني عم تعذب كل مرة الواحد، بيعذب حاله، يعني بيعذب حاله بالحكي. عن شو بدك تحكي؟ بيقولوا لك احكي عن شو بدك تحكي. تفرجتوا على المباراة امبارح، هجمة واحدة اللي شكلت خطورة ببداية الشوط الثاني، بعدين يحرم اذا حدا شافه لحارس المنتخب السعودي. ما في. انت خسران 2-0 وانت المهاجم، انت عم تلعب بمنطقتك، ما عندك لاعب بيعرف يطلع الكرة. شو بدي اقول لك؟ هون شيل بعبع كتالونيا، والله مو واردة هون يا معلم.